أيها الإخوة، تكلمنا حول أركان الإيمان. اليوم سنتكلم حول ما معنى الإيمان، أنواع الإيمان، وفي الجمعة القادمة وبعده إن شاء الله أمور نحن نقول نقض الإيمان، ما يكون ضد الإيمان. الإيمان سنعلم، وبعد ذلك ما يضر الإيمان ويفقدنا الإيمان. اليوم سنتكلم حول الإيمان. الإيمان كلمة عربية معناه أن تؤمن بشيء، أن توقن بشيء، يكون لديك يقين في القلب بأن هذا الشيء هكذا، أبيض أو أسود، الله موجود أو حاشا غير موجود. تؤمن بهذا بأنه حق أو تؤمن بأنه غير حق، هذا هو معناه الإيمان. وللعلماء تفصيل حول هذه الكلمة إن شاء الله. برايد عزيز إيرا بحث إيمان بكن، إيمان بكردي باورية، باورتكن، ولكن أم زمان أكيد جدي أم بيجن يقين، وبيا كلتر أكيد نبى مسلمان عدد بيجا إيمان تقيننا نبيجن باوريتنا. إيمان ده زيادة بهنا بنا ديني جته باوري كلمة كأمجن نتوية، كلمة ككردية لي هر تشيرات قوتن باورية ما فيها، باورية ما فيها، باورية ما بتاعها، باورية ما نصاب قال ما هي بتشهي. ليه أمنا بجن إيمان ما بها إيمان أم جالي ديني دا استعمال كن جالي أولي دا علي نتوي دا متخبتين. إيرام بحثا معنى إيمان تشبو أو أم بجن إجا إيماني را تشبه ويستا شكل إيماني كان نوعي إيماني هنا، ودرس هاتي داجي إن شاء الله ما بحث بكن كايجا في إيماني تشوات شه أبي إيمان تشوات درس شه تشوات أم جمرة تيجوتن ياجي الشخص أكرا بيجوتن فيها بي إيمانه بي يقينه بي باوريه. أما بحث يمكن. أولا معظم العلماء حينما يقولون الإيمان يقصدون به ما هو في القلب، بأنك تجزم بقلبك بشيء وبعد ذلك تقوله بلسانك وبعد ذلك تعمل. نحن نؤمن بأن الله واحد ونقول باللسان إذا أشهد أن لا إله إلا الله، وبعد ذلك في الحركات نظهر، نصلي، نصوم، نعمل ما يأمرنا، فهذا هو الإيمان. أولا القلب وقر بالقلب، صدقه اللسان أو تلفظ به أو الإقرار باللسان، وبعد ذلك نحن نقول العمل بالجوارح، جوارحنا أي نحن نقوم ونتحرك ونعمل شيء. أولا القلب يقول الله موجود، اللسان يقر بذلك، والعمل يعمل أو يقوم البدن بما هو موافق لهذا الإيمان الموجود في القلب. نحن نقول الله موجود بالقلب، وبعد ذلك نقول باللسان، وبعد ذلك نصلي، نصوم، نحج، نعمل ما يأمرنا الله به، أو نبتعد عن الذي نهانا الله عنه. هذا معظم العلماء هكذا يقولون، القلب واللسان والجوارح. أولا عالم كتيغوتن إيمان بيجن شيء، إيمان وهاد بيجن عالم ما بسلمان كش قرآن فهم كرنا يعني دبي إيمان باوري كي تدليت دايه تبزمان خود تشتكيش دبيجي عيني تشت كرد تشت دليت دا بزمان تجي هبه وداوية تبجان خوشي فيها تطبيق دكي دلي مدبي خدايك زمان ما يجبجا خدايك داوية بكرني خوشي ام تشتكي كو في امر بجيتنا، ام المشتكن ام روجي دقرن ام امر خدا بجيتنا، ياجي ام حرام خدا دورد كيفن افا بني قلبي معقو زمان ما يجي قول راس دلي مدى افهي داوية بجاني خو ببدن خو بحركات خو ام بيجي تطبيق تكن يعني باوري خو ام تنجي ابيا بشكل كي برفرا جبيرته قوتن ايمان يعني نا خبردانا بتن ان تشتي بدل بتن انا بحثان بكن، ولكن ايمان تشتي كو جمرته قوتن دله زمانه وداويجي حركته جاني انسان. طبعا وبعد ذلك هناك أنواع، نحن أحيانا نقول عليه إيمان، أحيانا نقول ليس بإيمان. هناك من يصدق بلسانه ولكن القلب فاضي، قد يقوم بالحركات. المنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أحيانا يأتون إلى المسجد يصلون مع الرسول ويقولون بلسان بأن محمدا رسول الله، ولكن القلب كان شيئا آخر. نحن في الظاهر نقول لهم مسلمون في الظاهر، هذا عندنا وظيفتنا أن ننظر إلى ما يصدر من الإنسان، ولكن القلب لا يطلع عليه أحد غير الله عز وجل. فنحن نقول لهذا الإنسان حتى يعلم أنت مسلم لدينا ولكن لست مسلما عند الله عز وجل.
كثير من الإيمان. الله عز وجل يقول يكتمون الحق، هناك من أنكر وهناك من يقول باللسان ولكن القلب لا يقول. هذا القسم الأول الذي هو مسلم لدينا ولكنه في الحقيقة عند الله لا إيمان له، لأنه أبطن شيئا آخر قال خلاف ما يبطن أو خلاف ما يؤمن بالقلب. هنا كيجي إنسان أمجوانا دبيجن مسلمان بدف مسلمان بالزمان خو اوان کسی يكون مثلا بلكي كلمة شهادتي تينا ولما يجد روجي جد قرأ ولكن دلي وتشكي دي جراد بيجا دي إسلام دا جوانا راد بيجن منافق كلمة عربية يعني تشتري دلي ويدا وتشتري سرزماني ونوكا هبن بكردي كادي جم جوانا بيجن إنسان درو يوان هنا يعني اوانا ظاهرا لقورا إسلام تيغوتن مسلمان ام نزان چه دل وان ده هيا دل شغل خدای کار خدای يعني ام نزان قلب وان ده چه هيا ولكن وان انسان بزمان خوش مراد بجن خدای که ود وقت پیغمبر ده صلی الله علیه و سلم هبون د جامعه وی ده قلبی لمشت کنو پیغمبر سلوانج لمشت که دگو ظاهر وان اوه يعني وكيدي دل وان ده چه خدای زان از دل وان ده چه هيا از نزانم اوان انسان مسلمان ظاهر القرآن مسلمان بمرم المجاي بكن امي نكاحوي بكن امي جنازي براكن امي خوارناي بخون ظاهرا وهاي ولكن ده حقيقة ده نه مسلمان بجي خدای حساب جيد خوازه يعني في دنيا ده حيلت كار المبكى اما او انسان نكاره حيله الخدای بكى افياك ايمانك مسلمانك بدوي خو ولكن بدلي خو مسلمانه. وهناك صنف اخر نحن لم نسمع منه كلمة الشهادة ظاهرا لدينا بأنه غير مسلم ولكن قد يكون في قلبه إيمان ربما لا يستطيع أن يظهر ما في قلبه خوفا حتى لا يقتلوه ونحن نقرأ ذلك في القرآن الكريم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. في الأول هو الرجل حتى يصل إلى هدفه ستر وأخفى إيمانه وربما لو مات في هذا الحال عاملوه معاملة الكافر غير مسلم. فهذا الرجل قد أبطن أو أخفى إسلامه يكتم إيمانه. قد يوجد هناك أشخاص في هذا الدنيا لديهم منصب كبير مسؤول في الدولة موظف ربما هددوه بالقتل إذا أظهرت إيمانك سنقتلوك. ماذا سيعمل المسكين؟ مثل بعض المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أخفوا إيمانهم فهذا كذلك نحن في ظاهر نحكم عليه بأنه غير مسلم نحن لا ندري في قلبه ولكنه في الحقيقة لدى الله عز وجل قد يكون من أهل الإيمان إن كان صادقا في يقينه ولكن قد خاف على شيء أو ربما كان لأجل مصلحة يتعلق بالإسلام والمسلمين أخفى إيمانه فهذا في ظاهر غير مؤمن ولكن في الحقيقة مؤمن إن شاء الله. هذا كذلك صنف آخر يتعلق به الإيمان. جروبات دويا هناك إنسان بالزمان خو نبسلمان تروكي كلمة شهادات جوان نبيستيا فقد بان إنسان ددلي خدا حقيقة دا مسلمان نورن إسلام خو أشكرا بكن. أبيات قرآن بيروز داجي بحث حضرت موسى وقت داد كه دبي أو ظلامك أهل إيمان يلي إيمانك وشارتيا بعربية خدات بجا يكتم إيمانه كتم معنا وشارتن إيمانك وشارت في فقيرهانه بلكي جبوني حكمتك هبه كدما بجا از مسلمانم كسكي قهداري ويناك در حال بلكي بكشن كو بس از إيمانك وشيرم از وانارد ناوا مالا وان داد قلوان مجادله بكم. لو رهاوي قرآن كريم بحث كافي كابراي دقال فرعون وقوم فرعون قال لك مناقشة قال لك مناقشة دليل عقلي ودليل نقلي ما خبر ده قبل كيف أنا ورن إيماني لك روجا عول بقوت أزنب سلمان كاسكي إيماني قبول نذكر أبياجي حقيقتك هذه أبياجي بزان ولكن إنسان وكبيا ظاهرا الجورا إسلامي أمجوانا نابج المسلمان ما كلمة شهادات جوان قداري نكريه ولكن حقيقتها خدا يقيني أم خدا هي إيمان أم خدا هي أبي إنسان بمرة للدنيا أمجرا نابج أنت مسلماني ولكن الجم خدا تيغوتنا أهل إيماني بلكي ترسيا بلكي تهديد كرن يعني إنسان كي بلكي بارلمنتره بلكي زنجينه كي مازنه بلكي الدولة دا خواهي مقام كيه كفا كو بيجا زبما مسلمان دبا متابوكجن أمي جنا تابوكجن أمي لاي تابوكجن لو راك تبي مسلمان
خصوصا قال لك فان دولتي أوروبي دا دولتي كنا مسلمانا دمكو كلمة شهادتي بينا بلكي قال لك إنسان تأثير ببن وي أفي سروكي هاني بيا مسلمان سروكي كي بيا مسلمان عفود كل مرة فايجا والله أفي في أمبيجن بروفيسور أو قاسم مازن دو دنيا إذا ناسكريا جشتي حقيقتك تبجا إسلام دين حقه يعني أو قاسم رحت مرفا ديلن قال لك إنسان أو قاسم رحتي مرفا نايلن دار حال تبجا تأثير ذكي لسر قال لك إنسان أوج ببن مسلمان أم فيا قبول ناكن بلكي فيا ترسية فقيرو يعني ظاهرا إسلام أخنقو أم بيجن ما دام توها إيمانك بشر ظاهرا أمشترى نابجن تمسلماني ولكن حقيقة خدا تمسلماني. وهناك أمر آخر أيها الإخوة الأفاضل، الإيمان ما قلنا باللغة باللسان وبالقلب، ولكن قد يصدر من الإنسان شيء أو قد لا يعمل الإنسان بما يأمر به الدين. مثلا الإسلام يأمرنا بأن نصلي، والإسلام الصلاة أحد أركان الإسلام. الذي لا يصلي لا يكون كافرا، هكذا نقول. إذا هذا الإيمان، نعم العمل كذلك مهم في الإيمان، ولكن إذا لم يكن هناك عمل لا نقول أو قام بذنب من الكبائر، قتل شخصا، زنى، شرب خمر، عمل شيئا من الكبائر الإسلامية، نحن نقول المعاصي لا يؤثر في الإيمان، وكذلك ترك واجب من واجبات الإسلام مع الإقرار بيقينه لا يجعل الإنسان كافرا. كذلك نعلم هذا، لا نكون مثل أشخاص نقول في أحد الصحابة وبعدهم كان هناك مذاهب إسلامية قالوا الذي لا يصلي كافر، الذي يرتكب المعصية فهو كافر، جعلوا العمل جزءا من الإيمان. فنحن لا نقول مثلهم. أهل السنة يقولوا نعم العمل يتمم الإيمان، ولكن ما قمت أو ما قام به من الأعمال المخالفة للإسلام لا يجعل المرء كافرا، كذا نقول. ولكن هناك من جعل مرتكب الكبيرة كافرا. الأهل السنة والجماعة لا يقولون هكذا. تشتكي دي ما قو كرنا متكن يا روجي لما جاجي تشتكي خدا قوتيا نكن كرنا فانا إيمان اجلس ما درناخه دزي حرامه نوسا حرامه يكيك دزي بك نابا كافر لماش فرزه يكيك وحيرة والله ما استنبلم ادخل نادينم لماش فرزه خدا يزقنا كارم بنكرنا لماجي نابا كافر ام فياش غير بزانبن يعني إيمان لاست عمل تشتكي برمه دي إيمان ده، ولكن تنبونا كرنه إيمان اجلس ما درناخه ده تاريخ الإسلام ده إنكي جروب درت كتن وان كلمات قوتن دقو أبي كل مجنة كذبة كافر، أبي تزيب كذبة كافر، أبي شخص كي بوجد كافر در كتن. ولكن رأي إسلامي أمام مازن علماء أهل السنة وجماعته أبي كل سر رأي صحابية وأنبيجن سلفي صالحو وسنتها بيغمبر صلى الله عليه وسلم. فهم كرنا نبي عمل كرن يعني تشتكي برجرينجا، ولكن نكرن معرف بنابه كافر. أفياجي أم بزانبن وخدا عز وجل إيمانه بقلبه آب زمان وآب كرنه بكان نسيبه ما نكن نبي مسلمان يعني إيمانك هرسي كرنه ما خبردان ما دل ما هرسي جب من إيمان إن شاء الله. إلى هنا نكتفي، ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان بالقلب والإقرار باللسان والتصديق بالعمل إن شاء الله، أو العمل بالجوارح، وجعل إيماننا إيمانا صحيحا كاملا إن شاء الله. إلى هنا نكتفي ونلتقي في الجمعة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.